الواحد ابتدى يفكر كده، هو ايه سلطه موظف الحكومه اللي هو مطلع عينينا ده؟ هو سلطته كلها في الختم، هو معاه ختم يتحكم فيه بمصير حياتك. وقفت عند شباك 8 اللي هو اصلا مفيش موظف قاعد عليه، والموظفه قاعده بعيد، قاعده بعيد وبتشرب كوبايه شاي مليانه على اخرها، يعني فيها ساعه الا ربع عشان تخلصها. وقفت قدامي واحد بساله، بقول له لسه هنستنى كوبايه الشاي دي كلها ما تخلصها؟ قال لي اه. بخيبه امل واحباط قال لي اه. انا فكرته بيهزر، لقيته ما بيضحكش، واضح ان انا هنقعد نستناها فعلا. هي قاعده بتشرب الشاي ووصلنا. هو انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا شايفيني قاعده في القهوه؟ تختموا مني ورق وانا قاعده في القهوه؟ ازاي يعني؟ ما عندناش دم بصراحه. من كتر البجاحه تخليك انت اللي تتكسف. تحس ان انت جاي في وقت مش مناسب او في مكان غلط. يعني مش مكان شغلها اصلا. استنيها عند نص كوبايه الشاي كده، قالت لك ايه؟ ولاد الهربه دول هيضايقوني. هم مش عايزين ايه؟ وراحت قايمه وهي متضايقه طبعا. فبتقومها على كوبايه الشاي اللي بتشربها اصلا بعيد عن الشباك ب5 متر. خارجه لنا. لازم الواحد يقوم يعني لا احد فينا بالختم. ارمي علينا الختم مش مشكله، احنا هنلقفه ونختم.